عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ ان شاء الله النهاردة هعمل لكم فطاير بطريقة جميلة جدا بدون دقيق. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله تعجبكم تاكلوها في العشاء او في الفطار. طريقة جميلة وسهلة وحلوة جدا. يلا بينا على الطريقة، يلا بينا. استنوا قبل ما تروحوا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير يوصل لكم منا كل جديد من اشعارات وصفات المطبخ. يلا بينا يلا بينا. النهارده هنعمل فطاير البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة جميلة جدا. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم بإذن الله. هنقطع البطاطس مكعبات صغيرة بالشكل ده. وبكده قطعنا كل البطاطس زي ما انتوا شايفين كده مكعبات. ودلوقتي هغسلها كويس جدا وهحطها تتسلق من 10 دقايق لربع ساعة. ودلوقتي هحط البطاطس وهسيبها من 10 دقايق لربع ساعة تغلي كويس وتستوي. هسيبها لغاية لما تستوي. هشوفها كده بالشوكة لسه شوية. انا عايزاها تبقى طرية معايا عشان تبقى سهلة التشكيل. طلعت البطاطس هسيبها لما تهدى شوية عشان لما اجي احط بقية المكونات ما تقفش معايا وتبقى مجلدة. سيبها لما تهدى خالص من السخونية وبعد كده احط عليها بقية الاضافات بتاعتنا. ودلوقتي هعمل اللحمة المفرومة. ودلوقتي جبت طاسة على البوتاجاز ومعايا هنا نص لحمة مفرومة. هحطه كده وهحط معلقة زبدة. هحط كده معلقة زبدة وابتدي ان انا اقطعها. ودلوقتي هجهز العجينة بتاعتنا. هحط هنا التوابل ملح وكمون وفلفل. مش هكتر في التوابل بتاعتي علشان هي هتبقى محشية لحمة مفرومة معصجاها ببصلاية صغيرة. وهنا معايا كوباية الا ربع من النشا. وهبتدي ان انا اهرس البطاطس. ودلوقتي هرسناها زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي ان انا اعجنها بايدي. هي مش عايزة اي اضافات. هي دلوقتي هتبقى زي العجينة بالظبط، عجينة البطاطس. انا مش عملتها في البلندر او الكبة عشان مش عايزة فيها عرق. انا عايزاها تبقى زي العجينة. وعلى فكرة انا غسلة ايدي كويس جدا. انا كل شوية بغسل ايدي. وكده زي ما انتوا شايفين بقت ايه عجينة البطاطس اهي متماسكة. عايزة تحطي ربع معلقة زيت براحتك. انا هسيبها دلوقتي لما تهدى خالص وبعد كده نعملها مع بعض. ودلوقتي هعصر اللحمة المفرومة. هنا معايا نص كيلو لحمة مفرومة ومعايا معلقة زبدة. هقلبهم كويس لغاية لما لونها يتغير. ودلوقتي هحط بصلاية
وهحط الفلفل الأخضر، وهحط التوابل بتاعتنا، نص معلقة فلفل ونص معلقة كمون، وهحط نص معلقة ملح. مش هكتر في الملح علشان العجينة فيها ملح. وأقلب الكلام ده كله مع بعضه لغاية لما يستوي معايا واللحمة المفرومة تتعصب. طريقة جميلة جدا وحلوة جدا هتعجبكم، وممكن تعملوها للأطفال في المدارس ياخدوهم معاهم، وممكن تبقى بالليل في العشاء. جميلة وسهلة وحلوة جدا ومغذية، وطريقة جميلة جدا، فطاير بدون دقيق. طريقة جميلة وطريقة حلوة جدا، إن شاء الله هتعجبكم. هسيبها كده 5 دقايق أو 10 دقايق تتعصب كويس، وبعد كده نعمل مع بعض الفطاير اللي من غير دقيق. هغطيها كده علشان ما تنشفش معانا. ودلوقتي هجيب اللحمة المفرومة، هنعمل جزء محشي لحمة مفرومة والجزء التاني جبنة موتزاريلا مع الجبنة الرومي. دلوقتي عصجنا اللحمة المفرومة، وكمان معانا جبنة رومي، ومعانا هنا الجبنة الموتزاريلا انا بستخدمها، حلوة جدا. وهبتدي اعمل الحشوة بتاعتنا. هنعمل الفطاير الجميلة جدا بتاعتنا بدون دقيق، بطريقة جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا زيت بحيث ان هو بس يلم معايا، انا مش عايزة اكتر من كده. هبتدي ان انا افردها كده، واحط لحمة مفرومة بالشكل ده، وابتدي ان انا الم عليها. جد طريقة جميلة جدا وحلوة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. وكمان طريقة التسوية بتاعتها جميلة جدا. باخد بقى زيت كده، مجرد بس بعوز ايدي، واعملها كده بالشكل ده. هي سهلة جدا. افردها واحط جبنة موتزاريلا، واحط عليها قطعة من الجبنة الرومي، والمها برضو بالشكل ده. برضو جميلة جدا. طريقة جميلة وسهلة وحلوة وبسيطة. عملنا بطاطسيتين كبار واتنين صغيرين، يعني تقريبا في حدود نص كيلو. تطلع معانا بالشكل ده. برضو هلمها كده،
وطريقة التسوية بتاعتها جميلة جدا. انا عملت معاكم كذا واحدة بحيث ان انتي تعمليها اهي. بلمها كده عادي جدا. هتعمل معانا تقريبا من 6 ل7 فطاير. هاخد معانا هنا حتة رومي، نحط رومي ونحط جبنة موتزاريلا. بلمها كده، طريقة سهلة بسيطة جدا اهي. بتلميها عادي جدا، مغذية وطعمها حلو. نعمل كمان واحدة. عايزة تكبريها كبريها زي ما تحبي. هي طريقتها جميلة جدا وصحية، وزي ما قلت لكم ممكن ان انتوا الاطفال ياخدوها معاهم المدرسة. جميلة جدا. شايفين الشكل بجد تحفة. بلمها اهو وابتدي افردها بجد جميلة. هكمل الباقي وارجع لحضراتكم تاني، وهعمل اخر حاجة. بجد هي جميلة حلوة جدا. افتحي. وهحط جبنة موتزاريلا، وهحط جبنة رومي وهقفل عليها. ما شاء الله عملت لي كمية حلوة جدا بجد حلوة. جربوها ما شاء الله. وهعمل دي كمان. هحشيها برضو جبنة موتزاريلا. البنات بيحبوها قوي عندي. وهحط جبنة رومي، بتبقى جميلة قوي وبتمط كده وبتبقى طعمها حلو. شايفين نص كيلو عمل معانا قد ايه؟ ما شاء الله عمل معانا كمية حلوة. عمل معانا 11 فطيرة بجد جميلة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. ودلوقتي هقول لكم على طريقة التسوية بتاعتها. طريقتها جميلة جدا وسهلة. يلا بينا على المطبخ نشوف هنعملها ازاي. ودلوقتي حطيت طاسة على النار. هحط ربع معلقة زبدة، مش هحط كتير. هتشوفوا الطريقة جميلة وسهلة جدا. بسم الله. هحط زي ما قلت لكم مكعب صغير من الزبدة، وههدي النار كده، وابتدي احط الفطاير بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ههدي النار عليها
اخلي النار هاديه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلبها بالراحه لغايه اما تاخد لون معايا. شايفين اللون معايا ابتدى ان هو يديني لون. شايفين جميلة ازاي؟ حلوة جدا. هدي النار علشان تديكي اللون اللي انتي عايزاه. بجد جميلة حلوة جدا. شايفين لونها ابتدى يحمر معايا. بجد التحفة. شايفين جميلة ازاي وبتستوي بسرعة. واقتصادية وبسيطة. اديها لون. هي كده كده بتستوي. طلعنا الفطاير بجد جميلة، وانتوا شايفين شكلها يفتح النفس. بجد حلوة وجميلة. بصوا ما شاء الله الجبنة فيها فطاير بدون دقيق. طريقة جميلة جدا وحلوة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. طريقة جميلة جدا وحلوة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم والوصفة تعجبكم النهاردة. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم مني كل جديد من قناة وصفات المطبخ. بحبكم في الله وكل سنة وانتم طيبين.